بكم من جديد. النهاردة هنتكلم عن اعترافات جريئة جدا لأنغام. في البداية قالت أنا مش هقول أنا الغلطانة في الطلاق ولا هو الغلطان، لكن أنا عملت اللي أقدر عليه وما قدمتش شخصية مختلفة عن شخصيتي. يمكن هم ادعوا شخصيات غير اللي انتهينا بيها، وأكيد أنا بتشد للرجالة الغلط. وردها على سؤال بقى اتعلمت إيه من الطلاق، قالت إن بدل اللي قدامي حق لا يستحقه وبحاول أكبره جنبي، وده مش صح، وبعترف إني ما كنتش حذرة وما عنديش المقاومات ومش هحب مرة تانية، أنا مش حمل أذية. وعن سبب بقى خيانة الراجل قالت إن هو مش مكتفي وفي حاجة ناقصاه، لازم يكبر شوية ويكتمل في ذوقه ويعرف هو بيحب إيه وبيكره إيه. وعن طفولتها قالت إن أسرتي ما كانتش سعيدة، وشلت من بدري حاجات مش عايز اشيلها لان ابويا وامي اتجوزوا صغيرين، وجزء من المعاناة انك تيجي طفل الاطفال. كمان اب وام مش سعداء مع بعض. ام مش سعيدة ومقهورة ومش عايشة سنينها ومش محبوبة من جوزها. ده بينعكس على الطفل، وتحس انك كورة في البيت كل واحد زعلان يشوطك في وش التاني. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.